عارف يعني ايه الدنيا كلها تتفق عليك؟ يعني أقرب الناس ليك يقرروا يموتوك بالبطيء. النهاردة هنعيش محنة دامت 1000 يوم ويوم. 3 سنين كاملة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكان ضيق ومنعزل بين جبال مكة اسمه شعب أبي طالب. 3 سنين من الجوع والعزلة القاتلة. الدموع ما كانتش بتنشف. تعالوا نعرف ايه اللي حصل في الحصار ده وازاي كانوا بيصبروا كل الصبر ده. الحكاية بدأت لما قريش حست إن الإسلام بينتشر، فقرروا يعملوا حاجة بشعة. اجتمعوا وكتبوا وثيقة ظالمة جدا وعلقوها في الكعبة. كانت بتقول إن ما يتجوزوش من بعض ولا يبيعوا لبعض ولا يجلسوا بعض ولا يكلموا بعض. يعني باختصار حصار اقتصادي واجتماعي كامل. النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه بنو هاشم وبنو المطلب، المسلم منهم والكافر اللي كان عنده نخوة، سابوا بيوتهم وراحوا في شعب أبي طالب. مكان ضيق جدا أشبه بسجن مفتوح تحت شمس مكة الحارقة. ومن هنا بدأت مأساة ال1000 يوم. الجوع اللي كان بينهش الأجساد وألم ورق الشجر. تخيل إن الحصار كان محكم لدرجة إن مفيش كسرة خبز كانت بتدخل للشعب. قريش كانت بتشتري كل القوافل اللي جاية من مكة بضعف تمنها عشان المسلمين ما يربحوش منها ولا حبة قمح. وصل الحال بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنهم كانوا بياكلوا ورق الشجر الناشف اللي ملوش طعم ولا قيمة غذائية. تخيل لما كان الأخ يشوف أخوه بيدبل قدام عينيه ومش قادر يعمل له حاجة. الجوع ما كانش مجرد قرصة بطن، ده كان نهش في العظام وقوة التحمل. ومع ذلك ولا واحد فيهم يفكر يتراجع أو يسيب النبي صلى الله عليه وسلم. لو اتكلمنا عن غدر القريب ووجع القلوب المكسورة، فأصعب ما في الحصار ما كانش الجوع، كان الأسوأ. تخيل إن أعمام النبي وقرايبهم كانوا واقفين على حدود الشعب بيمنعوا أي حد يحن بكلمة أو لقمة. كان في ناس قلوبها حجر بيستمتعوا وهم بيسمعوا أنين الجوعى. العزلة دي هي اللي صفت القلوب وخلت الصحابة يلتفوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم جسد واحد. في الشعب ده اتولد جيل الصحابة العظماء اللي مفيش حاجة في الدنيا قدرت تكسرهم بعد كده. بعد 3 سنين ربنا أراد ينهي المأساة دي بمعجزة بسيطة في مظهرها وعظيمة في معناها. ربنا سلط حشرة صغيرة على الوثيقة الظالمة اللي في الكعبة فكلتها كلها إلا كلمة باسمك اللهم. وفي نفس الوقت في 5 رجال من قريش كان لسه عندهم نخوة إنسانية قرروا يكسروا الحصار. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الشعب منتصرين معنويا. خرجوا بجسام هزيلة لكن بأرواح بتهز الجبال. الحصار ما كسرهمش، قواهم وجهزهم لليوم اللي هيفتحوا فيه مكة ويطهروا الكعبة من الأصنام ومن اللي كتبوا الوثيقة. لو حاسس إن الدنيا محاصراك دلوقتي، لو الرزق ضيق أو الناس قطعوك، أو حاسس إنك في شعب لوحدك مفيش حد بيسمعك، افتكر إن النبي صلى الله عليه وسلم قعد 1000 يوم في الحصار. الوجع ده ما كانش غضب من ربنا، ده كان إعداد لمقام أعظم. الشعب بيعلمنا إن الفرج ما بيجيش غير لما الأسباب كلها تنقطع، عشان لما يجي تعرف عظمة ربنا سبحانه وتعالى. دموعك اللي بتنزل في وقت الضيق غالية جدا، وزي ما دموع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب كانت بداية الفتح، دموعك وصبرك هيكونوا بداية لفتح جديد في حياتك. في النهاية الحصار دايما له آخر، والظلم مهما طال لازم ينتهي. خليك واثق إن ربنا اللي أرسل الحشرة تاكل وثيقة قريش قادر يبعت لك اللي ينهي حزنك في لمحة. أنا سيلة، قولي في التعليقات إيه أصعب حصار نفسي أو مادي مريت بيه، وإزاي ربنا جبر بخاطرك في الآخر. أشوفكم الفيديو الجاي بكل نصر وسكينة. شكرا.